دلوقتي في كلام كتير بيتنشر عن المبرمجين عن المرتبات، مش عارف كام ألف دولار في السنة، كام ألف دولار في الشهر. فأول حاجة أصلا، هل الأرقام دي صحيحة؟ وهل أصلا مناسب إن كل الناس يبقوا مبرمجين؟ دايما المرتبات اللي بتتقال بالريت الدولاري هي بتتقال على السنه، بتتقاس على السنه مش على الشهر. يعني حتى مثلا مواقع الهايرنج العالميه شويه، لو انت دخلت شفت مثلا فرصه في المانيا، في بريطانيا، في الحاجات دي، فتلاقي دايما ايه يقول لك الراتب السنوي كذا، مش الراتب الشهري كام. تمام؟ فلو راتب سنوي هي في بالدولار وفي ارقام كويسه. يعني مثلا لو احنا مسكنا الرقم ده قسمناه على الشهر، مثلا ممكن يوصل ل 4000 5000 دولار في الشهر. ممكن يوصل 4000 5000 دولار في الشهر، 7 و8 كمان احيانا. إمتى يوصل لكده؟ لا ده ليفلز عاليه بقى يعني. ايوه، ما هو دي مهمه بقى ان احنا نوضح للناس ازاي انت توصل اصلا. يعني مين اللي بياخد 4 5000 دولار؟ هل انت مجرد ما اخدت مثلا وليكن مبادره حكوميه زي الثلاث شهور او الست شهور او التسع شهور او الدبلومه اللي انت اخدتها، هل ده بيؤهلك على طول ان انت تقبض 4000 لا دولار او مستحيل. 5000 دولار؟ مستحيل. يعني لازم تكون يعني قعدت فتره كبيره في السوق، لازم كانت تكون درست احتياجات السوق كويس جدا. يعني انا دايما اقول ان الذكاء فين، ان انت مثلا هتشتغل في السوق المصري، فانت لازم تكون مركز ايه المناطق اللي المنافسه فيها قليله والطلب عليها عالي. ادخل نفسي هناك، هتلاقي هناك بقى مرتبات كويسه. يعني في مرتبات بالدولار بتدفع هنا في مصر، في مرتبات بالدولار بتدفع هنا في مصر تتعدى 3 4000 دولار شهريا. في ده موجود. بس انت اشترطك ان انت توصل بالظبط. للمهارات والكواليفيكيشنز يبقى وصلت كده. بالظبط. يعني دي هتدخل امتى وانت بقى تك ليد. يعني انت مثلا بتليد تيم تكنيكال كبير مثلا، فانت الموضوع طبعا بيكون هرك صعب جدا. بنتكلم في خبره كام سنه يا محمد تقريبا؟ لا تقل عن 8 سنين. 8 سنين. لا تقل عن 8 سنين عشان تبدا تاخد 3 4000 دولار او حاجه شبه كده.